ساندر خطوه بخطوه بعد اخر تحديث. سواء كنت اول مره تفتح ساندر او حتى كنت بتستثمر في ساندر قبل كده بس التحديث الجديد ملخبطك شويه، يبقى الفيديو ده ليك. طبعا ساندر ممكن تكون واحده من اهم منصات الاستثمار في مصر، خصوصا انها سهله كده، ممكن تستخدمها بسرعه وتسجل بسرعه وتبدا تستثمر برضه بكل سهوله بايداع بسيط من انستا باي او من فودافون كاش. عشان كده ممكن تكون ساندر هي واحده من اهم منصات الاستثمار في مصر واسهلها للمبتدئين او الناس اللي لسه بادئه تجرب الاستثمار. طبعا في منصات كتير جامده زي تلدا او اف جي او مباشر، بس برضه ساندر ممكن يكون محبب كده لفئه كبيره قوي من الجمهور، وده عشان الواجهه بتاعته سلسه وبسيطه. بس بعد اخر تحديث الواجهه دي اتغيرت شويه، هي لسه سهله بس حصل شويه تغييرات. انا ياسين وبجرب لك كل المنتجات الاستثماريه الموجوده في مصر. اول حاجه هنفتح مع بعض تطبيق ساندر، وبالمناسبه لو انت اول مره تسجل في ساندر وسجلت بالكود ده او حتى سجلت من اللينك اللي في وصف الفيديو هتكسب 250 جنيه، ودي هديه صغيره كده عشان تكمل الفيديو. خلينا نشوف بقى اول حاجه هي الهوم بيج او اول زرار عندنا او اول واجهه عندنا في البرنامج. الواجهه دي بقى جمعت لك كل الفلوس اللي انت حاططها على البرنامج، سواء كانت في المحفظه او كانت في صناديق او كانت في اسهم او حتى كانت في ساندر كلاود. خلينا ناخدهم واحده واحده. اول حاجه هي المحفظه بتاعتك. المحفظه دي هو المكان اللي انت بتعمل فيه يعني ايداع وسحب، هي بتبقى زي محفظتك كده بس بدل ما هي محفظه في جيبك هي بتكون رصيد على ساندر. الرصيد ده مش محطوط على اي حاجه، يعني مش محطوط في اداه استثماريه، انت ما اشتريتش بيه حاجه لسه، هو بس محطوط كده بعد ما انت عملت له ايداع. ممكن بقى تحرك الرصيد ده تشتري بيه حاجه تانية او يعني تبيع منه حاجه او تحطه في ساندر كلاود او تشتري ذهب، كل ده تقدر تتحكم فيه من الرصيد بعد ما يتحط في المحفظه بتاعتك. بعد كده بقى الصناديق والاسهم وساندر كلاود. وساندر كلاود يعتبر نوع من انواع الصناديق وبالتحديد صناديق الدخل الثابت. وفي نوعين من ساندر كلاودز، ساندر كلاود اليومي او اللحظي وساندر كلاود الشهري. الفرق بينهم بقى ساندر كلاودز اللحظي وساندر كلاودز الشهري هو ان اللحظي ده تقدر تسحب منه في اي وقت، وكمان الفايده بتاعته اقل شويه على عكس الشهري ان انت ما تقدرش تسحب منه في اي وقت غير ما يتاخد منك عموله لو انت سحبت في ميعاد بدري عن الميعاد المحدد. كمان الفايده بتاعته بتبقى اكتر حوالي 2% او 3%. اما بقى بالنسبه للتوافق مع احكام الشريعه فهنا اللحظي يكسب لان اللحظي هو المتوافق مع احكام الشريعه انما الشهري لا. خلينا اقول بقى ان ساندر عملت حاجه ممكن تكون من اجمد الحاجات اللي شفتها في منتج استثماري في مصر، اللي هي ان انت ممكن تعمل كاستمايزيشن كده او تحرك الحاجات في المين بيج بتاعتك. يعني عارف لما بيكون عندك شويه استثمارات كده، انا بحب الصناديق فممكن احط الصناديق الاول، طب انا بحب الاسهم ممكن ابدل اخلي الاسهم فوق والصناديق تحت، ممكن حد تاني اصلا عايز الذهب هو يبقى اول حاجه. فدي حاجه حلوه عشان تشوف استثماراتك بالطريقه اللي انت حابب تشوفها مش زي ما البرنامج حابب يوريها لك. كمان ممكن ترتب كل حاجه جوه الاستثمارات دي، يعني مثلا انا عايز اشوف الاسهم بتاعتي اول حاجه فهخلي ان انا اشوف الاسهم بتاعتي اول حاجه، ومش بس كده لا ده انا هرتبهم كمان زي ما انا عاوز. ممكن ارتب ان دي اكبر حاجه او اكتر فلوس انا حاططها في السهم ده، او مثلا ممكن ارتبهم ابجدي، او كمان ممكن ارتبهم من ناحيه انا كسبان فيهم قد ايه او خسران فيهم قد ايه، وده ممكن تعمله في الاسهم او في الصناديق. اما بقى الحاجه الجديده اللي اصلا يعتبر منتج استثماري جديد لسه ساندر طرحه وهو ذهب ساندر. وذهب ساندر بقى يعتبر زيه برضه زي اي صندوق ذهب موجود في السوق المصري، بس في فروق بسيطه كده ما بينه وبين ازيموت جولد او بلتون سبائك، وهي ان الصناديق زي ازيموت جولد وبلتون سبائك مش بتشتري ب 100% من فلوسك ذهب، ممكن 80% 90% وبتوصل ل 95% في ازيموت. اما بقى ذهب ساندر بيشتري لك ب 100% من فلوسك ذهب، لكن بياخد منك عموله واضحه جدا، 1% عند الشراء 1% عند البيع. يعني لو اشتريت ذهب ب 1000 جنيه هياخد منك 10 جنيه عموله بس، وبيديك فعلا بقيمه ال 1000 جنيه دي جرامات ذهب. هو طبعا مش جرامات، ال 1000 جنيه هتجيب لك يعني سدس جرام تقريبا باسعار النهارده، لانه بيشتري لك ذهب عيار 24 وفقا لانهي سعر، وفقا للسعر المحدد من قبل البورصه المصريه. فده برضو نوعا ما بيديك اريحيه كده لو انت عايز تحوش جزء من فلوسك في ذهب. انت ممكن ما تعرفش اصلا تشتري ذهب عيار 24، ممكن ما تقدرش تشتري جرام كامل لان الجرام يعني سعره اكتر من 6 7000 جنيه، فانت عشان تشتري جرام لازم يكون معاك ثمن الجرام على الاقل. لو اشتريت سبيكه اصغر من جرام انت هتخسر مصنعيه كبيره قوي. فالافضل طبعا انك تشتري في ذهب ساندر لو يعني الكميه اللي بتشتري بيها كل شهر اقل من 10000 جنيه في الذهب. نيجي بقى على الجزء الثاني من القائمه وهي علامه العدسه دي او استكشف. استكشف دي بقى بتبدا تشوف الفرص اللي موجوده. هو طبعا حاطط لك ذهب ساندر برضو في الصفحه بتاعت استكشف وحاططها لك في القائمه الرئيسيه لان ده منتج استثماري بتاع ساندر نفسه. انت لازم تفهم يعني ساندر كده هي منصه وسيط مالي، يعني انت ممكن تشتري من خلال ساندر في شركه استثمار تانية زي ازيموت زي بلتون زي سي اي، كل دي شركات استثمار، بس ساندر بتوفر لك منصه سهله وسلسه كده
بتشتري من خلالها في الصناديق دي. ساندر بقى نفسها كمنصه عندها برضو الصناديق الخاصه بيها زي ذهب ساندر، وزي مثلا صندوق ساندر اللي بيستثمر في مؤشر البورصه المصريه الاي جي اكس 70 او المؤشر السبعيني، وزي برضو صناديق الدخل الثابت بتاعه ساندر اللي هي ساندر كلاودز. فلازم تفرق ما بين حاجتين، ساندر كوسيط مالي وساندر كمؤسسه بتديك منتجات استثماريه ممكن تستثمر فيها. فهتلاقي منتجاتهم الاستثماريه حاطينها لك في كل حته كده في الابلكيشن، زي مثلا هنا حاطين ذهب ساندر برضو يعني موجود بشكل واضح قوي. بس احنا بقى نشوف الحاجتين التانيين. اول حاجه طبعا اللي هي الاسهم، ودي طبعا موجوده فيها كل الاسهم اللي موجوده في البورصه المصريه، الشركات الكبيره كلها، ابو قير بقى، دومتي، عبور لاند، مثلا البنك سي اي بي، طلعت مصطفى، شركه السويدي للكابلات، كل دي من الشركات الكبيره اللي تقدر انك تشتريها وتستثمر فيها من خلال الاسهم اللي موجوده هنا. طب اختار انهي سهم ازاي؟ لا كده لازم تشوف الفيديو ده اللي بيقول لك ازاي تحلل الشركه ماليا وتعرف السهم ده قوي ولا لا. ده بالنسبه للاسهم. هنيجي بقى للجزء الثاني اللي هو الصناديق. الصناديق بقى في 3 انواع من الصناديق موجوده دلوقتي. اول حاجه صناديق المعادن، ولما بنقول معادن اكيد قصدنا الذهب في المقام الاول وبعدها الفضه، مفيش حاجه تانية تقريبا من المعادن ممكن نستثمر فيها في مصر. في البورصات التانية عقود فروقات او سي اف ديز على النحاس وعلى البلاتينوم وعلى شويه معادن كده تانية، بس عندنا في مصر دلوقتي مفيش غير صناديق ذهب وفضه. ولو فتحت كده صناديق المعادن هتلاقي تقريبا كل الصناديق اللي موجوده صناديق ذهب ما عدا صندوقين فضه، اللي هو صندوق مباشر للفضه وصندوق بلتون للفضه. اما بقيت دول بقى فهم صناديق ذهب زي ازيموت وسي اي وبلتون سبائك. النوع الثاني بقى من الصناديق وهو صناديق الاسهم. وصناديق الاسهم هتلاقي يعني صناديق اسهم كتير جدا، وهي بتنقسم لكذا نوع. في مثلا صناديق اسهم اكتف او اللي هي مش بتتبع مؤشر معين، ودي بيبقى في فريق محللين بيختار لك بقى الاسهم اللي انت تستثمر فيها. وفي صناديق اسهم تانية هي بتتبع لمؤشر كده موجود في البورصه، فهي على طول بتستثمر في اكبر 30 شركه في مصر، اكبر 70 شركه في مصر، اكبر 100 شركه في مصر، فممكن تستثمر في اي حاجه منهم. طبعا الصناديق النشطه او الاكتف هي بتكون اكثر مخاطره شويه، لان هم في ناس بتدير الصندوق ده، فهو احتمال يعمل نتائج جباره واحتمال برضو يعمل نتائج اقل من المتوقع، على عكس الصناديق الثانيه اللي بتكون موجوده في المؤشر نفسه، زي صندوق مثلا بلتون 100 اللي بيستثمر في المؤشر الاي جي اكس 100 اللي هو اكبر 100 شركه في مصر، او صندوق ساندر التي 70 اللي هو الصندوق اللي بيستثمر في الاي جي اكس 70 اكبر 70 شركه في مصر، او صندوق ازيموت فرص الشريعه اللي بيستثمر في الاي جي اكس 33 اللي هو مؤشر الشريعه، او مثلا اي صندوق بيستثمر في الاي جي اكس 30 اللي هو المؤشر 30 في البورصه المصريه، وهو ده يعتبر الليدنج انديكيتور كده او المؤشر القيادي في البورصه المصريه لانه اكبر 30 شركه في مصر. اما بقى النوع الثالث من الصناديق فهي صناديق الدخل الثابت. وصناديق الدخل الثابت من اسمها كده هي اصلا تعتبر حاجه من بدائل البنوك، وكنت عامل فيديو كامل بيتكلم عن صناديق الدخل الثابت وايه الفروق بينها وازاي تختار صندوق الدخل الثابت المتوافق مع احكام الشريعه. بس باختصار ممكن تعرف عن صناديق الدخل الثابت دي ان هي حاجه بتديك دخل بشكل مستقر او الفوائد بتاعتها شبه ثابته. هي طبعا متغيره وما بتعرفش كل مره هيبقى كام، بس هم الى حد ما دايما في السيف زون او دايما في الامان. وهم زي ما انا قلت كده من شويه بدايل للبنوك، يعني بدل ما تحط فلوسك في بنك في شهاده بنكيه او في وديعه، انت ممكن تاخد برضو نفس النسبه اللي هتكسبها من الوديعه في سنه، بس مع يعني من غير بقى العيوب بتاعه الوديعه او الشهاده البنكيه العاديه، زي ان انت ما تعرفش تكسرها قبل الميعاد، او لو كسرتها يحصل عليك غرامات كبيره جدا. فصناديق الدخل الثابت هي بديل انا شايفه افضل بكتير من انك تعمل ده. نيجي بقى في الحاجه الثانيه في الشاشه بتاعه استكشف، وهي قوائم ساندر. القوائم بتاعه ساندر دي هي شويه قوائم كده هم عاملينها عشان يعملوا ترتيب كده للحاجات اللي انت تقدر تستثمر فيها. يعني مثلا انت عايز تستثمر في الحاجات المتوافقه مع احكام الشريعه بس، هتلاقي قائمه متخصصه بالحاجات بس اللي متوافقه مع احكام الشريعه. او مثلا انت عاوز تستثمر في الحاجات اللي هي ليها علاقه بالذهب، هتلاقي قائمه للذهب. عايز تستثمر في الاسهم اللي ما بتتاثرش بانخفاض الجنيه، هتلاقي برضو اسهم مش بتتاثر بانخفاض قيمه الجنيه. عايز تستثمر في الاسهم اللي بتوزع ارباح على المستثمرين، في اسهم كده بتوزع بشكل دوري ارباح على المستثمرين بتوعها، برضو هتلاقي قائمه فيها كل الاسهم اللي هم متعودين يوزعوا ارباح من الارباح بتاعت الشركه بشكل دوري على المستثمرين، صوره كاش كده او صوره اسهم بيوزعوها على المستثمرين. اخر حاجه بقى هنا وهي فلتر كده بتقدر تشوف منه مين اكتر الاسهم اللي كسبت النهارده او الاسبوع ده او الشهر ده، ونسبه التغير دي قد ايه. وكمان برضو ممكن تشوف اكتر الاسهم اللي خسرت عشان تعرف بشكل عام اتجاه السوق. يعني ممكن تلاقي
اسهم في الطاقه بتخسر، اسهم البنوك بتكسب. فهتعرف كده بشكل عام السوق بيتحرك في انهي اتجاه او انهي قطاع هو اللي مسيطر من خلال القائمه دي. اخر حاجه بقى هنا هتشوف نظره عامه كده عن السوق المصري، زي اخر الاخبار عن المؤشرات الرئيسيه، وكمان ممكن تشوف اخبار تخص كل الاسهم في البورصه المصريه اول باول. الشاشه الاخيره دي بقى بتاعت اعدادات البرنامج، وبيكون فيها اسمك وبياناتك الشخصيه وكده. وده كان كل حاجه عن ابلكيشن ساندر. ما تنساش تتابعني عشان تشوف الفيديوهات الجايه، وكمان هتلاقي في وصف الفيديو لينك مجتمعنا على واتساب، انضم ليه عشان بنشارك كده فرص واخبار مهمه. وممكن كمان تتواصل معانا لو عندك اي سؤال. لسه برضو ما لقيتش الجمله اللي هقفل بيها في كل فيديوهاتي، فسلام.